بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. عنوان المحاضرة: عوامل استقرار الأسرة. أعالج هذا الموضوع من خلال مقدمة ونقطتين وخاتمة. تنصرف المقدمة إلى مسائل في غاية الأهمية. إيه هي؟ المسألة الأولى أن الأسرة هي أساس المجتمع. ما نقدروش نبنيو مجتمع بلا أسرة. الأسرة ضرورية. الأسرة هذه إذا كانت قوية، كانت متماسكة، تعرف ربي، تعبد ربي، كما سمعنا في آخر آية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الأسرة تكون متماسكة، وإذا كانت الأسرة متماسكة المجتمع سيكون متماسكا، يكون قوي. أما إذا كان اهتزت الأسرة المجتمع كذلك يروح. النقطة الأولى. النقطة الثانية في المقدمة أنه احنا الآن في الأسرة نعانيو. كاين أمور مليحة في الأسرة الجزائرية لا ننكرها، كاين أسر مستقرة متماسكة فيها القدر والاحترام ما شاء الله، ولكن تعرفوا كاين حالات نتاع الطلاق المذهلة. يعني الإحصاءات والأرقام نتاع الطلاق تخوف، نتاع التطليق تخوف، نتاع الخلع. يعني الخلع معناه وين المرأة هي تبادر إلى فك الرابطة الزوجية. حبيت نقول كاين ظواهر ما تفرحش، تخوف. أكثر من ذلك أن حالات الطلاق في السنوات الأولى، بل في الشهور الأولى، بل في الأيام الأولى. كي نتكلموا على الأسرة زمان يعيشوا سنوات وسنوات، 30 40 50 60 سنة ما شاء الله، عايشين الحلو والمر، يقابلوا الدنيا جميعا. ولكن سمحوا لي الآن كاين أمور تخوف مليح. من هذه الأمور اللي تخوف أنه يتزوجوا أول مشكلة يروحوا للطلاق. مانيش نقصد كل الناس، حاشا، ولكن انتم عارفين وإحنا عارفين جميعا باللي كاين مشاكل بسيطة كبروها يروح الحلول السهلة، معناها روح للطلاق. ماشي في السنوات الأولى ولا في الشهور الأولى، في الأيام الأولى، وتوصل القضية للمحكمة ويجي طلاق. وكاين وين عندهم أولاد، طفل ولا زوج ولا أكثر من ذلك. عندنا الآن اللي يسميوه دار العجزة. يعني والله غير ثقيلة باش نقولها، ثقيلة بزاف، جبل. يسميوها دور الرحمة. جاب لي ربي لو كان الرحمة ما يكونوش هذا الدار، ولا لا لو كان الرحمة ما نحتاجوش باش يكون عندنا دور الرحمة. لأنه المعروف في شريعتنا والمعروف في أصالتنا أن الإنسان كل ما يكبر كل ما يكون عنده القدر داخل المجتمع. كي العجوز كي العجوزة، هذا موجود في الشريعة نتاعنا وموجود في الأصالة نتاعنا. عندنا أصالة، عندنا مبادئ، عندنا قيم، أو كيفاش نسمحوا الدار الكبيرة وين يكونوا الكبار الإنسان يستأنس بهم، يساعدوا الصغار، يربيوهم، يرعوهم، يرفقوهم، ينصحوهم، يرشدوهم. ولكن استغفر الله يا ربي، ضرك الآن عندنا واحد الأمور محزنة نعيشها. يولي واحد كاين حالات وين كي يكبر مسكين يولي محقور، يحكم بلاصة، ياكل وحده، يشرب وحده، بالك الدواء نتاعو ينساه، ما يشربوش في الوقت اللي راه يعالج. وربما باش يزق يقولهم جيبوا لي كاس ماء، يعيط ويعيط ويعيط. وربما كاين الناس اللي يتمناو يموتوا، يقول الموت خير من الحياة هذه. يقولوا بلي ولينا ثقال،
ولينا عبء على الأسرة. ماشي حاجة واعرة هذه بزاف. نهار اللي يكون هذاك مريح لهيه وبعدين يقول بلي الأسرة هذه اللي رباها واللي تعب عليها واللي بنى لها، شحال منا كيما رانا هنا ما بنينا ما والو، الكبار هما اللي بناو، دارونا ديار، زوجونا، خدموا علينا. نهار اللي كبروا مساكن يولي مريح في الركنه ويستنى شكون يقول له صباح الخير، شكون يقول له السلام عليكم، شكون يقول له راني هنا. وكي طلب قال ديوني للطبيب ولا ديوني، ممكن تلقى من ولادو ولا من حفادو كل واحد يقول خاطيني. الشيء اللي راني نقوله موجود تعرفوه كامل، ولكن أذكره من أجل النظر في مواطن الخلل في حياتنا الأسرية، في حياتنا الاجتماعية، لعلنا نراجع أنفسنا ونحاسبها، والله قادر على أن يغير حالنا إلى أحسن حال. إذن هذه مسائل في غاية الأهمية ننبه إليها. ثم أنه من الأمور الغريبة اللي عايشينها الآن ظهر تحدي كبير اللي هو التحدي الإعلامي، التحدي الثقافي، الغزو الثقافي. قلها كما حبيت، هذا الغزو الذي جاء بقيم جديدة، بثقافة دخيلة غريبة عن ديننا، عن ثقافتنا، عن حضارتنا، دمرت العقول ودمرت القيم وأتت على أركان مبادئنا، فاهتزت أسرنا، وتبعا لذلك اهتز مجتمعنا لأنه أصيب في كيانه المادي وفي كيانه المعنوي. وش معنى هذا الكلام؟ معنى الثقافة الجديدة اللي جاية عن طريق الانترنت. ابني ولا ريح، انت تبني، ممكن طفل يدير هكذا لا كونيكسيون في الوقت اللي انت تهضر معاه هو راه مبروشي، راه يتلقى ثقافة غريبة. هذه الثقافة تدمر ما تبنيه أنت وما يبنيه الوالدان أو الأجداد أو الجدات في اللحظة نفسها. في الوقت اللي أنت تهدر تقول يا وليدي مليح هكذا مليح هكذا مليح هكذا، أنت تقول باللي راه يسمع فيك وراه هو حسرة، مانيش نعمم، ولكن هذا الأمر صار ظاهرة لا ينكرها أحد، وكلنا في خطر. ولا واحد منا يقول أنا لا بأس. شكون يقدر يقول لا بأس؟ والله ولا واحد يقدر يقول أنا لا بأس. كلنا في خطر، إنما نطلب ربي باش يسترنا برك. وفي نفس الوقت لازم نكون في حالة من اليقظة. احنا نفرحوا كي نشوف الله يبارك حتى أطفال صغار هم حاضرين، أو الله يبارك أو الصغير أو الشباب الصغار الله يبارك، شيء مفرح. خاطر هذا هو الجامع يبني، الجامع يجمع، الجامع يزرع الفضيلة، الجامع يربي، الجامع يرشد يوجه، زائد المؤسسات الأخرى، كاين المدرسة، كاين الإعلام، كاين. ولكن نهار اللي يكون كل واحد يؤدي دوره كما يجب. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث جامع يحملنا جميعا المسؤولية. انتهت المقدمة، نروح الآن النقطة الأولى. أولا التدابير الوقائية التي تحقق استقرار الأسرة، التي تحقق تماسك الأسرة، هي كثيرة. أذكر على سبيل المثال قال الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة النساء الآية 21: وأخذنا منكم
ميثاقا غليظا. كلمة الميثاق ما وردت إلا في موضعين: الأول في موضع الزواج، والثاني في موضع النبوة. بمعنى أن الميثاق، كلمة الميثاق هذه ثقيلة الله يبارك، ذكرها ربي وصف بها الزواج. الزواج عقد، لاكت دو مارياج، عقد زواج هو أساسا كسائر العقود، كما اللي يدير عقد الإيجار يكري ولا يكري، عقد مدني، عقد إداري، عقد تجاري، هذه عقود. وكاين عقد الزواج، ولكن ربي سبحانه راه يقولنا هذا العقد ماهوش كسائر العقود. ردوا بالكم، ربي قال اني سميته ميثاق، وأعطى له وصف آخر قال ميثاقا غليظا. النهار اللي نحنايا كمسلمين نفهموا واش من القيمة اللي اعطاها ربي لعقد الزواج، أو هذاك النهار نحافظوا عليه. هذاك النهار ممكن تكون مشاكل بين الزوجين، الدنيا قاع فيها مشاكل عادي، ما يروحش الزوج يقولها البوغاتو، سمحوا لي يا المحامين، ما يروحش هكذا، يقول سيدي خزي الشيطان، سيدي صارت مشكلة عادي، ويتجاوزوها ويصبروا ويتعاونوا، وبعدين تفرى المشكلة نتاعهم والسلام، وتعود المياه إلى مجاريها. ولكن متى؟ يوم أن ندرك قيمة هذا الميثاق الغليظ. هذه في سورة النساء الآية 21. وزاد ربي سبحانه قال في سورة النساء أيضا في السورة نفسها الآية 19 قال وأخذنا منكم، قال وعاشروهن بالمعروف. معنى ربي ذاك يهضر مع رجال، قال عاشروهن بالمعروف، لازم تكون المعاشرة بالمعروف. وربي قال في سورة البقرة الآية 237 ولا تنسوا الفضل بينكم. ربي راه يقول يخاطب الرجال والنساء، ما تنسوش الفضل اللي بيناتكم. يا نساء ما تنسوش فضل الرجال، يا رجال ما تنسوش فضل النساء. ما يجيش الرجل يقول أنا وحدي ندير الدار، ما يقدرش، لا يقدر وحدي، لا يربي لا يبني لا يخدم، لازم له زوجته اللي توقف معاه، وطبعا مع سائر أفراد الأسرة. والزوجة كيف تحتاج إلى زوجها، تحتاج إلى بابات أولادها، هما اللي يوقفوا مع بعض اليد في اليد. ربنا يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أو النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا معيار التفاضل، معيار الخيرية. قال شكون اللي خيركم؟ قال خيركم لأهله. خاطر ما يجيش واحد سمحوا لي يكون مع الناس ما شاء الله القدر والاحترام والحذاقة والكلمة الطيبة برا مع الناس، أو كي يرجع للدار يا لطيف. ولا تكون مرأة مع الناس اخرين، واش من الظرافة، واش من الحلاوة، يقول لك لسان الحلو يرضع اللبة. ولكن مع زوجها بالفاكس، جيب هات خذ روح. علاش؟ خير ان شاء الله. ما كاينش هذيك نتاع العسلامة الله يسهل، قرن استقبالي تربى ذي ساهل يتسك دفوذ، العسلامة يتكسي غفلان.
معناه المرأة كي تقول لزوجها صباح الله يسهل، الكلمة هذه تعطي له قوة. يجي واحد يقول لك الله يسهل ماشي غاية، يعني ربي يسهل لك. والعشية كي يرجع الراجل تعبان لونكومبرمون، المرأة باش تقول له على السلامة، خاطر على السلامة تنحل هذيك الأتعاب. تبدأ عريضة الاتهامات أو وثيقة استمارة المحاسبة. مشكلة علاش ما كاش النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرفوا كيرجع من غار حراء كي نزلت عليه الآيات الأولى، تعرفوا الآيات الأولى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ماشي حاجة بسيطة، هذا قرآن. وربي قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وربي قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ماشي حاجة بسيطة أخوتي، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وماشي موالفو. الآيات الأولى مازال ما يعرفش، مازال أول اتصال بين السماء والأرض. أرجع للدار واش قال؟ زملوني زملوني لقد خشيت على نفسي. رجع لمرته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، أم بعد واش قالت له؟ بلسان اليقين كلا والله لا يخزيك الله أبدا. يعني قالت له والله ما يخليك ربي، ما تخافش. شفت الكلمة؟ الكلمة تعطي الأمل، تعطي القوة. وبعدين ذكرت بعض خصاله صلى الله عليه وسلم، قالت له واحد كيما أنت ما يخليهش ربي، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر، وفي رواية وتعين على نوائب الحق. معنى ذكرته ببعض خصاله، أعطت له الأمل. هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، والآن حياتنا كيفاه. لذلك هو قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن هذا تدبير نبوي وقائي، والوقاية خير من العلاج. نرجع للقرآن. ربي قال في سورة الروم الآية 21 قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. آية عجيبة، هذه آية من آيات الله، أن نجعل هذه السكينة بين الزوجين والمودة المحبة والرحمة، هذه كلها تدابير وقائية. نروح ثانيا وأخيرا إلى التدابير العلاجية التي تحقق استقرار الأسرة. هي كثيرة، منها ربنا قال في سورة البقرة الآية 231 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يخاطب الرجال، قل لهم يا رجال حذاري تحقروا زوجاتكم. كاين الزوج اللي يحقرها تماما، ما يعطي لها حقوقها، يخليها معلقة. وربي قال ولا تذروها كالمعلقة. ما هي زوجة كاملة الحقوق ولا هي مطلقة، تقول على الأقل تهنى، بقات مسكينة معلقة بين السماء والأرض. وكان اللي يقول هذا الكلام على بالك، كاين من الرجال يقول شوف يقولها يا المرأة نعلقك. ربي قال ولا تذروها كالمعلقة، أنت تقول نعلقك يا أخي. هو هذاك الإيمان والدين واش دار ولا ما دار والو؟ يسمى رانا نصلي ونصوم وكذا إلى آخره. من بعد أين هي ثمرات العبادات؟ المسألة فيها خطورة كبيرة جدا. لذلك ربنا عز وجل قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، حذاري.
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الذي خرجه الإمام مالك في موطئه رقم الحديث 31 في الباب، قال لا ضر ولا ضرار، أنعميه لا ضر ولا ضرار، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وقال في آخر وصاياه في حجة الوداع واستوصوا بالنساء خيرا. والرهي قاع هذا والرهي يا أخي احنا مسلمين، المفروض نتذكر كل ما نديروا حاجة نتفكروا الآيات والأحاديث ونعود إلى رشدنا. هذه تدابير علاجية. كاين أيضا آية أخرى كي يكون خصام، شوف فريها أنت، بالك تفريها بالموعظة الحسنة بالتأديب الوارد في القرآن مع مراعاة القواعد والضوابط والأولويات في آيات التأديب. وصلتكم الرسالة؟ إلا ما قدرتوش تحلوها يا شباب، ربي قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قال لك الراجل يبعث باباه ولا عمه ولا جده ولا أخوه، وهي كيف تبعث واحد من العائلة نتاعها يتلاقاو، ماشي باش يشعلوا النار، خاطر دي فوا الحكمان هما اللي يزيدوا يكملوا عليها. هي والله ما تعرف تجيك المشكلة، لازم يكون حكم عنده حكمة، عنده روح المسؤولية. من التدابير العلاجية المقررة في شريعة الله في كتاب الله العزيز في سورة النساء الآية 65 قال ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية كما يقول علماء الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبق في علم الله أن الله عز وجل يعلم علم اليقين بأن النزاع يقع بين الناس في جميع مجالات الحياة، في المجال التجاري، في المجال الأسري، في المجال الاجتماعي، بين الجيران، في الأعمال، في الإدارة، في السوق، في السبيطر، في أي مكان. ولكن ربنا عز وجل أراد لنا تسوية قضايانا وهمومنا ومشكلاتنا بطريقة ودية. لذلك هذه تمثل التدابير العلاجية للأسرة من أجل أن تحفظ. وقبل أن أختم ندير خلاصة مركزة عن المحاضرة. في مقدمة المحاضرة أشرنا إلى أهمية الأسرة وأنها أساس المجتمع، وأشرنا إلى بعض الظواهر المحزنة في أسرنا، حالات الطلاق والتطليق والخلع، هذا يمثل تفككا أسريا مخيفا. وأشرنا إلى بعض الظواهر الأخرى المرضية مثل ظاهرة دور العجزة اللي يسميه دور الرحمة. أشرنا إلى كل ذلك، وأشرنا إلى التحديات التي تفرضها التكنولوجيا المعاصرة، هذا التحدي الإعلامي، الغزو الثقافي، أشرنا إلى كل ذلك. هذا البث الإعلامي السينمائي عن طريق جميع وسائل التواصل، كل ذلك يهددنا في مبادئنا، يهددنا في قيمنا، يهددنا في أصالتنا، ويهدد أسرنا في العمق. كل ذلك شرحناه. ثم أشرنا في النقطة الأولى إلى التدابير الوقائية من خلال بيان النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الحافظة للأسرة، هي التي تمثل الجانب الوقائي، والوقاية خير من العلاج. وفي النقطة الثانية تحدثنا عن التدابير العلاجية حينما تكون هناك مشكلة أو نزاع داخل الأسرة، كيف يحل؟ لابد أن يحل
بالحكمة، وأن يحل بالاسترشاد بالنصوص الشرعية. وفي الخاتمة نقول وبالله التوفيق، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بتضافر جهود الجميع، وكلنا معني، عملا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا تضافرت جهودنا ربنا قادر أن يحفظ أسرنا وأن يحفظ مجتمعنا. ونقول في الختام: هناك وجه مشرق في مجتمعنا لا ننكره. كاين بزاف أمور تفرح في المجتمع، الحمد لله، الحمد ربي ونشكروه. كاين الناس اللي عارفين الشرع وعايشين في سلم وفي سلام، وكي عندهم المشاكل يفريوها بطريقة حكيمة بطريقة شرعية، ما شاء الله. ولكن هناك معاناة لا تعد ولا تحصى. لابد أن تنصرف جهودنا وأذهاننا وقوتنا من أجل مراجعة مواطن الخلل في حياتنا الأسرية وفي حياتنا الاجتماعية. وإذا اجتهدنا في تحقيق ما نستطيع حقق الله لنا ما لا نستطيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.